اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن تحديث واتساب ام بي واتساب الايفون الاندرويد اصدار 9.93. طبعا النسخة بمميزات جديدة حصرية، اتضاف فيها كل حاجة حرفيا موجودة في نسخ البلس بقت موجودة في نسخة واتساب ايفون، وفيها كل مميزات واتساب الايفون، وكمان فيها مميزات واتساب البلس كله. تمام. طبعا لو هنتكلم عن التحميل فانت هتلاقي النسختين، حزمة ام بي واتساب وحزمة مكان المتجر اللي هو كام واتساب. هتلاقي الحزمتين موجودين، وهتلاقي الروابط مباشرة تحت في الوصف. تحميل من التليجرام مباشرة بدون باسورد وبدون فك ضغط، هتحمل النسخة على طول بدون اي مشاكل. تمام. طبعا النسخة بتتكلم بمميزات كتيرة حصرية، فيلا بينا على النسخة علشان نشوف كل المميزات دي. طبعا النسخة بتتفتح معاك بالواجهة العادية اللي احنا اتعودنا عليها، وادي اول ميزة زي ما انت شايف، ميزة القنوات. اضافت ميزة القنوات موجودة هنا في واتساب ام بي، وكمان في زرار تقدر انك تخفي موضوع القنوات من التحديث ده او من النسخة اللي معاك. فدي اول ميزة موجودة معانا في واتساب ام بي. طبعا شكل الشات اللي احنا متعودين عليه وعلامة الطمس زي ما انت شايف، وكمان لو ضغطت ضغطة مطولة معاك الايموجي كلها بتاعت الايفون، وكمان زي ما انت شايف كل حاجة تخص الايفون عموما. ادي الايموجي زي ما انت شايف كده. طبعا كل الايموجي اللي احنا عارفينها، ايموجي الايفون الاي او اس 15 اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها، زي ما انت شايف القلب الناري والقلب الضمادة، كل حاجة تخص الايفون موجودة في تحديث واتساب ام بي الجديد 9.93. تمام. وعندك طبعا لو ضغطت هنا على كلمة المزيد، عندك بقى مجموعة جديدة، قائمة الرسائل الجماعية اللي هي البي سي، دردشات المؤرشفة، الرد التلقائي، وجدولة تلقائية. وعندك وضع الطيران، وتجاهل تحسين البطارية، واخفاء المحادثة، وكل حاجة. عشان تخفي المحادثة بتضغط على البروفايل من بره دوسة مطولة، تبدأ انك تضغط على الثلاث نقط وتعمل لها زي ما انت شايف اخفاء المحادثة بالشكل ده، علشان الناس اللي بتستفسر عن الموضوع ده كتير. تمام. لو ضغطت طبعا هنا على الدايرة اللي من على الشمال ديت، هتروح على كلمة الاعدادات، هتروح طبعا هتلاقي شكل السيتنج بات بالشكل ده، الشكل الجديد بتاعها بيحط لك صورة البروفايل بتاعتك، وبيعرفك الخصوصية وجهات الاتصال، وكمان الحساب التعريفي بتاعك بقى اللي هو رقمك والقصة دي كلها. تمام. وعندك طبعا لو ضغطت هنا على كلمة خيارات ام بي فانت رحت للمود. طبعا المود متغيرش فيه اي حاجة غير بس قبعة النيو يير اللي اتحطت فوق كلمة ام بي زي ما انت شايفها واخد بالك منها اكيد. وطبعا بقى كل حاجة موجودة زي ما هي. لو ضغطت على اعدادات اخرى زي ما انت شايف كل حاجة موجودة. وعندك كمان هنا لو ضغطت على اف ام مودز بقى اللغات ومش عارف ان الجودة بتاعت الصورة، مشاركة الصور بلا حدود زي ما انت عايز. تمام. وعندك كمان هنا لو ضغطت على السيم وتغيير الالوان، طبعا زي ما انت شايف النسخة جابت مننا بس هي شغالة زي الفل. تمام. الاعدادات، وكمان طبعا هم قالوا لو في اي مشكلة هتلاقيهم نزلوا التحديث الاصلاحي. تمام. طبعا النسخة، هو الفكرة ان انت ما تضغطش على كلمة السيم وتغيير الالوان علشان بتجيب كراش للنسخة لاي تليفون، ولكن انت ابحث عن تفضيلات الموضوع هنا علشان مثلا كل حاجة. وطبعا هنا برضو دي بقى فكرة ان انت تعمل، ودي الميزة التانية في واتساب ام بي. طيب الميزة التانية هي ايه؟ انك تعمل الوان النسخة ما بقاش منفصلة على الدارك واللايت، يعني ما بقاش النسخة اسود فازرق او ابيض فازرق، لا النسخة بقت يعني اصبحت كمان بتغير الوان عن طريق صورة، انك لو ضغطت كده ممكن تختار اي تدريجة من التدريجات ديت وهتشتغل معاك عادي جدا، وهتلاقي النسخة اتغيرت الوانها الالوان ديت. او انك تعمل اختار صورة اخرى من هنا وتختارها من المعرض، وهتلاقي النسخة اتلونت بتدريجة الصورة اللي انت حطيتها ديت. تمام. فطبعا هنا الموضوع زي ما انت شايف بسيط جدا جدا. وعندك كمان اختار التفضيلات والاشعارات بقى والزوايا، كل حاجة موجودة بتخص واتساب الايفون موجودة هنا في الاعدادات.
وعندك هنا برضو الام بي سيمز، لو اخترت منها اي حاجه تروح على السيرفر اللي انت عايز تحمل منه سيمات معينه وتقدر انك تحملها عادي جدا. طبعا الحاجه اللي احنا عارفينها زي ما انت شايف ده الشكل العادي جدا بتاعنا. وعارفين طبعا ان عندك هنا لو ضغطت على كلمه المزيد بالشكل ده واخترت السمات واخترت كمان الضوء، هتلاقي النسخة اتغيرت معاك باللون اللايت اللي احنا عارفينه عادي جدا. فده الدارك العادي اللي احنا عارفينه، وده برضو اللون الداكن العادي اللي احنا برضو عارفينه متعودين عليه. تمام. فكده يا قلب اخوك انا يعتبر شرحت لك كل حاجه تخص تحديث واتساب ام بي الجديد. النسخه هتشتغل على جميع الهواتف، مش هيكون فيها اي مشاكل. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، شير ولايك، كل حاجه تقدر تعملها تدعم بيها القناه تعملها في اسرع وقت باذن الله علشان نوصل في اقرب وقت 8000 مشترك. اقدم لكم الفيديو ما السفاح، والسلام عليكم.